السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم البكاء الشديد بالتفصيل في المنام لابن سيرين. رؤية البكاء الشديد في المنام بيدل على الحزن والهم، والبكاء في الحقيقة قد يدل على الألم والمعاناة لصاحب الحلم. رؤية الناس تبكي بكاء شديد في المنام بيدل على نشوب الحروب وكثرة الابتلاءات. من رأى طفل يبكي بكاء شديد في الحلم فإنه يقع بالهم والغم والأنكاد. وقيل البكاء الشديد في الحلم بيدل على زوال النعم والخيرات إذ كان معه نحيب. أما البكاء من غير صوت في الحلم بيدل على الفرج. رؤية البكاء الشديد والنواح في المنام بيدل على الكذب والنفاق. وقيل النواح على موت شخص في المنام دليل على سوء الحال وتعسر الأمور. من رأى أنه يبكي بشدة وينوح في الحلم دليل على سوء يصيب هذا الشخص أو أحد أقاربه أو يدخل في محنة. أما سماع صوت بكاء شديد ونواح في المنام بيدل على الذكر السيء بين الناس وسوء الصيت. أما من رأى أنه يبكي بكاء شديد مع نواح في مكان مظلم في الحلم فإنه بيرتكب الذنوب. أما رؤية البكاء الشديد والنواح بيدل على غياب شخص من الأقارب، كمان بيدل على الفقدان وفراق الأحبة. أما من رأى أنه يبكي بكاء شديد وينوح على أهله في المنام فإنه حزن يصيبه لحدوث مكروه لهم. رؤية الأخت تبكي بكاء شديد وتنوح في المنام بيدل على الخسارة بسبب سوء التصرف. بيشير حلم بكاء الأم أو النواح إلى الضيق العيش وسوء الأحوال. حلم البكاء الشديد والصراخ دليل على الوقوع في المصائب. بنقول كمان بتشير رؤية البكاء الشديد والصراخ في منام الغني على خسارته، وللفقير لحاجته، وللمسجون على اشتداد كربه، وللعاصي إلى الفتن الكثيرة. من رهن يبكي بكاء شديد مع الصراخ لوحده في المنام دليل على عجزه عن فعل أمر أو مهمة موكلة إليه. أما حلم البكاء والصراخ بين الناس بيدل على قيامه بفعل منكر. سماع صوت بكاء وصراخ شخص مجهول في المنام بيدل على الوعيد والنذير الذي يسمعه الرائي على خطأ ارتكبه. أما سماع صوت بكاء وصراخ شخص تعرفه فيه الحلم بيدل على وقوعه في مصيبة وحاجته للمساعدة. حلم البكاء الشديد والصراخ من شدة الألم أو المرض بيدل على زوال النعم والخيرات. البكاء الشديد والصراخ للاستغاثة في المنام بيدل على فقدان الولد أو أحد الأقارب أو المرض. حلم البكاء الشديد دون دموع دليل على الوقوع في الفتن، وقد ترمز إلى الضيق وكثرة الصعوبات والمشاكل المتعسرة. أما من رأى أن عيناه تدمع من غير بكاء في المنام فإنه يصفر بما يريد. وإن جرى مكان الدمع دم عند البكاء الشديد في الحلم بيدل على ندم على أمر قد فات وتاب منه. من رأى أن عيناه مملوءة بالدموع ولا يخرج منها عند البكاء الشديد في الحلم فإنه بيحصل على المال الحلال. أما رؤية البكاء الشديد مع محاولة حبس الدموع في المنام بيدل على التعرض للظلم والقهر. البكاء الشديد دون خروج الدموع من العين اليسرى في المنام بيدل على البكاء على الآخرة. أما حلم البكاء الشديد دون خروج الدموع من العين اليمنى بيدل على البكاء على الدنيا. حلم البكاء الشديد من الظلم دليل على الفقر والعوز وخسارة المال. قد يدل على الخذلان وخيبة الأمل. من رأى أنه يبكي بكاء شديد من الظلم بين الناس في المنام بيكون دليل على تسلط إنسان عليه. وقيل من تعرض للظلم وبكى بكاء شديد ثم توقف عن البكاء في الحلم فإنه بيسترد حقه المسلوب أو بيحصل على دين قديم. رؤية البكاء الشديد من ظلم الأقارب في المنام بيدل على الحرمان من إرث أو مال. من رأى يبكي بكاء شديد من ظلم شخص يعرفه في الحلم يصيب ضرر أو أذى منه. من رأى أنه يبكي بكاء شديد من ظلم رب عمله في المنام فإنه يخسر عمله أو إنه يعمل بدون أجر. أما حلم البكاء الشديد من ظلم الأب بيدل على غضب الوالدين. حلم البكاء الشديد من الظلم لليتيم بيدل على سلب حقوقه ونهب أمواله. حلم البكاء مصحوب باللطم والنواح بيدل على الأحزان، موت أحد من الأقارب أو الأخبار السيئة. بتشير رؤية البكاء واللطم على الوجه في المنام للتعرض للمشاكل
أو الهم. البكاء واللطم على الفخذين في الحلم بيدل على نشوب خلافات عائلية كبيرة. من رأى أنه يبكي ويلطم على رأسه فإنه مرض يصيب الأب أو نقص في الهيبة والعزة. رؤية الميت يبكي ويلطم في المنام بيدل على مصيبة تحل في أهله، وقد تدل على سوء أحواله عند ربه. أما البكاء الشديد واللطم على الميت في الحلم بيدل على تقصير الرائي في دينه وطاعته. رؤية الزوجة تبكي وتلطم على وجهها في المنام بتدل على اليأس من الحمل أو فقدان الولد. أما من رأى شخص مجهول يبكي ويلطم في الحلم فإنه نذير شؤم وخسارة. رؤية البكاء الشديد دون صوت في المنام بيدل على الفرح والسرور، وربما يدل على خشية الله تعالى سبحان الله تعالى، وقد يدل على الندم على فعل أو معصية. وحلم البكاء الشديد دون صوت عند قراءة القرآن بيدل على علو في المنزلة والشأن. أما حلم البكاء الشديد دون صوت أثناء وداع شخص بيدل على وجوب صلة الأرحام. أما البكاء الشديد على فراق حبيبة دون صوت في المنام فهو هاجس من النفس. رؤية البكاء الشديد دون صوت في المنام هو للمهموم بيدل على زوال همه وغمه والسعادة والرزق للفقير والنجاح لطالب العلم والفرج القريب للمسجون. رؤية البكاء الشديد دون صوت مع دموع في المنام بيدل على المال الحلال والرزق الوفير. البكاء بحرقة في المنام بيدل على النجاة من كرب. وقيل من رأى أنه يبكي بحرقة دليل على عودة غائب أو حبيب. رؤية البكاء بحرقة بصوت عالي في المنام بيدل على البكاء على قريب أو ولد. البكاء بحرقة ونواح في المنام دليل على التعرض للخسارة الكبيرة. ورؤية البكاء بحرقة وصراخ في المنام بيدل على الوقوع في ضيق. البكاء بحرقة على ميت في المنام بيدل على الحنين إليه. أما البكاء بحرقة على شخص حي في الحلم بيدل على التآلف والتودد بينه وبين الرائي. حلم البكاء بحرقة من ظلم الآخرين بيدل على الرحمة والتسامح. رؤية البكاء بحرقة وقهر في المنام بيدل على التخلص من المتاعب والأحزان. القهر والبكاء في المنام دليل على الشوق والحنين لشخص أو حبيب. قيل التعرض للقهر من شخص والبكاء في الحلم على خيبة أمل تصيب الرائي من تصرفات الآخرين. أما رؤية الميت يبكي بقهر في المنام بيدل على حقه للصدقات والدعاء. مواساة شخص مجهول يبكي بقهر في الحلم دليل على مساعدة المحتاجين والفقراء. مرة أنه يواسي شخص يعرفه يبكي بقهر شديد في المنام فإنه يفرق كربه. الشماتة بشخص يبكي بقهر في المنام بيدل على لؤم الرائي وسوء أفعاله مع الآخرين. أما من رأى شخص معروف يشمت ببكائه وقهره في الحلم فهو دليل على كرهه وإضماره الشر له. رؤية بكاء الأب بقهر في المنام بيدل على عدم قدرته على تأمين قوت العيش أو عدم تحمله المسؤولية. أما حلم بكاء الأم بقهر بيدل على فساد الأبناء أو الهم أو المشاكل. رؤية البكاء الشديد في المنام على شخص حي بيدل على فراق الأحبة، وقد ترمز على البكاء على هذا الشخص والحزن على سوء حاله. مرة أنه يبكي بكاء شديد على الأخ في المنام فإنه بيحاول مساعدته بالخروج من المشاكل. البكاء الشديد على موت شخص غريب في المنام بيدل على التعرض للمكر والخداع منه. أما حلم البكاء الشديد على موت شخص محبوب وهو حي بيدل على خسارة هذا الشخص في عمل أو تجارة. أما البكاء الشديد على شخص حي من الأقارب بيدل على التفرقة والتشتت بين أفراد العائلة. بتشير رؤية البكاء الشديد على شخص حي من الأصدقاء في الحلم على التعرض للمكر والخداع. رؤية البكاء الشديد على الميت في المنام بيدل على الفساد في الدين والسعة في الدنيا. قد يشير الحلم إلى كثرة الذنوب. ومن رأى أنه يبكي بكاء شديد على الميت في المنام وهو حي في الواقع دليل على وقوع هذا الشخص في مصيبة أو أذى يصيبه. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.